ألذ وأطعم فطاير بطاطس هتعمليها هتنفعك غدا أو عشاء. بصراحة في منتهى الجمال، هتعمليها بأسهل طريقة وبمكونات بسيطة، ومش هتاخد معاك وقت خالص في التحضير. يلا بقى بينا نشوف هنعمل الفطاير القمر بتاعتنا دي ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى إخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا معايا نص كيلو من الدقيق أو الطحين متعدد الأغراض. هضيف عليه نص معلقة صغيرة من الملح. طبعا الدقيق ده منخول. هضيف كده مبدئيا كده في الأول كوباية من المية، مية عادية خالص من الحنفية. وهبدأ بقى أعجن. انا معايا كده كوبايه ونص، هنضيف الاول كوبايه كلها على بعضها، وبعد كده نص كوبايه تانية هنضيفها بالتدريج لحد ما العجين ياخد معانا. هنعجنها كده لمده حوالي كده 7 دقايق لحد ما العجينه تلم معانا وتبقى معانا كده عجينه طريه كده وناعمه. كده خلاص عجنتها وقعدت معايا كده عجن 7 دقايق. هنقطعها بقى كده كور. معايا كده صينيه هبدرها كده بشويه دقيق. وبعد كده هكور كده العجينة كده كور كده في حجم كده البرتقانية الصغيرة بالشكل ده. هكورها كلها بالشكل ده. وبعد كده هغطيها وهسيبها كده ترتاح، يعني كده نص ساعة على ما العجينة ترتاح معانا. هنعمل بقى البطاطس. انا معايا كده بطاطستين. انا مقشراهم وغسلاهم كويس. طبعا اغسلي البطاطسايه وهي صحيحه، ما تغسلهاش بعد ما تقطعيها، علشان ما تنزلش النشا اللي فيها. وهنبدا بقى نقطعها كده انا هقطعها مكعبات. هنقطعها مكعبات بالشكل ده. وهنبدا بقى نقليها زيت كده على النار لحد ما يسخن. وبعد كده هنزل بيه البطاطس. طبعا وهنقلب فيها كده لحد ما تحمر معانا. طبعا ما تغمقيش البطاطس، يعني تحمريها كده يبقى تحميرها كده لونها ذهبي. هنقلبها كده لحد كده ما تحمر معانا. وبعد كده هنشيلها على ورق مناديل. هقلب بقى باقي الكمية بالشكل ده. كده خلاص العجينة ارتاحت معانا. رشة كده من الدقيق على الرخامة. وهبدأ بقى افرد العجينة. هاخد كده كورة من العجينة وهفردها كده من الناحيتين بالمردنة. ما شاء الله بتتفرد معانا بكل سهولة. اهم حاجة بس ما ترققيش العجينة، علشان لما تيجي تحطي الحشوة وكده ما تطلعش منها. معايا كده سمنة. هدهن كده العجينة كده بالسمنة. وهنزل بقى بالحشوة اللي احنا عملناها. هنزل بقى بالبطاطس. وهنزل كده بشرايح بصل وفلفل. ومعايا كده ميكس جبن. طبعا ده اختياري، لو مش حابة تضيفي جبن مفيش اي مشكلة، بس بصراحة بيدي للسندوتش بتاعنا طعم في منتهى الجمال. وهنقفل كده عليها بالجوانب بالشكل ده. وهندهن كده دهنة من السمنة. طبعا دي عشان تساعد على التوريق. السندوتش يبقى معانا كده مورق. هعمل كمان كورة وهفردها برضو بالشكل ده. وبعد كده هدهنها كده بدهنة من السمنة او الزبدة، او او الزيت حسب ما انت عايزة. بس بصراحة السمنة في الفطاير بتبقى طعم تحفة، هي والزبدة بتديها طعم حلو. وبعد كده برضو هنزل بيه البطاطس، شرايح البصل، شرايح الفلفل، وميكس الجبن. وهنقفل كده عليها بالشكل ده. وهديها كده دهنة من السمنة. هعمل بقى باقي العجينة كلها بالشكل ده. معايا طاسة هدهنها كده دهنة بسيطة كده من السمنة.
وهنزل كده ايه بالفطاير اللي احنا عملناها. هنبدأ بقى نسويها كده على عين البوتاجاز من فوق، مش هنستهلك الفرن خالص. طبعا النار تكون وسط، ما تكونش النار عالية علشان الفطاير تستوي معانا كده ايه، على راحتها. تبقى كده ايه معانا ايه الفطيرة مورقة، متبقاش يعني ايه عجين، يعني ايه يديها راحتها في السوا. على كل مثلا ايه ناحية حوالي كده ايه 3 أو 4 دقايق كده. خلاص اهي اتحمرت معانا. هعمل باقي الفطاير هسويها كلها بالشكل ده. كده خلاص جهزت معانا، بصراحة تحفة، ريحة وطعم بقى ما اقولكوش، واو حكاية. اعمليها بايدك القمر وهتاكلي احلى واطعم والذ فطاير بطاطس، هتنفعك غدا وعشاء. جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.